الفيديو ده اهم فيديو ممكن تشوفه قبل ما تبدأ تتعلم ديجيتال ماركتينج او تدخل في المجال ده اصلا. ركز ركز لا يغفلوك. عايزك تعرف حاجة مهمة جدا في الديجيتال ماركتينج. الديجيتال ماركتينج سهل وبسيط، بس للأسف ناس كتير شغالة في المجال مكعبلينه ومجعلصينه ومخليه ومكلكعينه كده ومخلينه حاجة كومبليكيتد. كل ما تدخل تشوف فيديو تلاقي واحد يقول لك دي قنوات تتعلم منها الديجيتال ماركتنج، وتلاقي واحد تاني يقول لك دي كورسات تاخدها في الديجيتال ماركتنج، وده يبدأ يشرح لك فروع الديجيتال ماركتنج مرة واحدة. وفي الآخر بعد كل النمرة دي تطلع انت خايف وحاسس ان المجال ده كبير ومعقد. انا بقى هقول لك على اللي ما شفتش حد بيقوله. انا ما شفتش حد بيقول لك خلاص امشي ازاي، يعني ما شفتش حد. كله بيقول لك اتعلم هنا، خد الكورسات دي، افهم الكلمتين دول، لكن ما حدش بيقول لك امشي ازاي، الفيد بتاعك ازاي، تتحرك ازاي عشان توصل للهدف. كله بيشاور لك على الحاجات اللي تعملها، لكن ما حدش تعب نفسه وبيقول لك تمشي ازاي وتتحرك ازاي وتعمل ايه عشان تعرف انت عايز ايه في المجال ده. بص انا هجيب لك من ابو ناهيه. انت مش محتاج عشان تدخل مجال الديجيتال ماركتينج تبقى فاهم كل فروعه وتاخد كورس ديجيتال ماركتينج كامل عشان تتعلم الماركتينج كله. ده مش صح. انك لما تبدا تشتغل عمرك ما هتشتغل بيهم كلهم مره واحده. انت لسه بتقول يا هادي، يعني هتبدا بحاجه واحده فيهم بس. عشان كده بقول لك اهم حاجه في البدايه ازاي تبقى فهم سطحي للموضوع، فهم سطحي واضح لكل حاجه موجوده في المجال ده، فهم يخليك عارف المجال ده عباره عن ايه وعارف كل جزء بيعمل ايه، وعلى اساسه تقرر بعدها هتتخصص في ايه وتغوص في ايه بقى. واي حد يقول لك انت لازم تتعلم الديجيتال ماركتينج كله من بابه، ده يعرف ان هو غالبا مش عايز يساعدك. ده حد عايز يبيع، عايز ترافيك، او عايزك تحرق الكورس، يعني تدفع تخش وتحضر الكورس وتدفع له فلوس، لكن ده مش عايز يساعد. وخليني بقى اكون واضح معاك. فكره انك تاخد كورس ديجيتال ماركتنج كامل عشان بس تعرف انت هتتخصص في ايه، في ده بصراحه ربنا يعني تخلف. ده مش طبيعي، دي فكره عقيمه. اصل هي يعني في الاخر مش كيمياء، انت كده كده هتبدا جونيور، يعني هتبقى مبتدئ، والمبتدئ زي ما قلت لك مستحيل تشتغل في كل فروع الديجيتال ماركتنج مره واحده في البدايه. طيب هتقول لي اعمل ايه؟ انا هقول لك بقى تمشي ازاي. بص احنا دلوقتي في عصر الاي اي، يعني قاعده ساعه او ساعتين مع الشات جي بي تي، سؤال وجواب وكلمه رايحه وكلمه جايه، وده فيها ايه وايه التخصصات وهنا بيقول ايه وده بيقول ايه، يخليك تعرف الدنيا بتاعت الموضوع ده عامله ازاي، وتقدر تبني اهتمام اتجاه تخصص من تخصصات الديجيتال ماركتنج. يعني مثلا تساله ايه هي فروعه، وكل فرع بيعمل ايه، وتكمل تسال لحد ما الصوره تكمل، عندك. زمان الناس كانت بتاخد شهور ريسيرش او كورس او تاخد كورسات عشان بس تقرر هتدخل انهي سكه. فهو ما كانش فيه الا يعني اطار واحد وشكل معين عشان تتلقى بيه المعلومه، وهو فكره الكورس. دلوقتي عشان تبقى عارف الدنيا فيها ايه، دلوقتي الموضوع مش كده، الدنيا اتغيرت. النهارده الاي اي وفر عليك الوقت ده كله. ما هو انت الحته التانيه ما عندكش لاين واحد تساله زي الشات جي بي تي تقول له طب دي فيها ايه، طب دي فيها ايه، طب ممكن اعمل هنا ايه، لو دخلت اتعلمت التخصص ده في الديجيتال ماركتنج ممكن يوديني فين، لو اتكلمت مع ده كده طب ده جواها ايه، طب انا ممكن اتعلم هنا ايه، والحاجات دي كلها. زمان ما كانش فيه توفير الحته دي، الكيو ان اي كويشن انسر، فكنت انت بتخش لازم تاخد الكورس من اوله وتشوف الدنيا فيها ايه عشان تعرف الدنيا، عشان تعرف تمشي في انهي اتجاه. دلوقتي احنا في 2026 والاي اي مبهدل الدنيا. اوعى تاخد الكورس كامل وفي الاخر انت هتبقى جونيور وهتخش تشتغل في حته معينه في الديجيتال ماركتنج. بعد كده بقى حلها ربنا، بخش في الحاجات التانية، لكن في الاول لا، ما خليش حد يغفلك بالكورسات. انا بقى في الفيديو ده عايز اوفر عليك وقت. بص انا هشرح لك الديجيتال ماركتنج بالطريقه الصح اللي هي سطحيه، اللي انت تفهم كلمه ديجيتال ماركتنج، وانت تاخد مني وتروح للشات جي بي تي وتفرمه سؤال رايح وسؤال جاي وتجيب منه وتاخد لحد ما تعرف الدنيا فيها ايه. ساعتها بقى هتبقى عارف انت عايز ساعتها بقى هتبقى تعرف تخرج بقرار، هتعرف انت عايز تروح فين جوه الديجيتال ماركتنج.
يعني من الاخر خد الشرح اللي هشرحه لك ده واعتبره نقطه انطلاقه. بص يا معلم، الموضوع سهل وبسيط. ايه هو الديجيتال ماركتنج؟ الديجيتال ماركتنج هو عباره عن ماركتنج معمول بديجيتال تولز. نفصصها بقى. يعني ايه ماركتنج؟ ماركتنج اللي انت بتضيف فاليو للعميل او بتضيف قيمه للبيزنس. بس بقى لما تقول ديجيتال ماركتنج، الفكره بقى اللي انت بتضيف القيمه دي عن طريق ادوات رقميه، عن طريق ديجيتال تولز. طب هتقول لي طيب ايه هو بقى الديجيتال تولز؟ هقول لك ان على سبيل المثال مثلا اللي هي جوجل ادز، اعلانات جوجل، فيسبوك ادز، تيك توك ادز. افهم بس كده الاول ايه هي الديجيتال تولز بتاع الديجيتال ماركتنج. اللي هو اعلانات جوجل، اعلانات فيسبوك، اعلانات التيك توك. بس كده خليك فاهمهم كده، لو مش مطلوب منك حاجه غير دلوقتي غير كده. ده في الاول مطلوب منك تعرف هم شغالين ازاي ولا تعملهم ازاي. المهم انك تفهم الفكره الاساسيه. ملخص الكلمتين اللي قلتهم دول: ديجيتال ماركتنج يعني ماركتنج ايكوال ماركتنج بلس ديجيتال تولز. بس اهم نقطه بقى واللي الفيديو ده معمول عشانها، ان 90 او 99% من الديجيتال ماركتنج قايم على فردتين: فرده سيرش وفرده سوشيال. بالنسبه بقى لفرده السيرش، الماركتنج اللي بيتم عليها على محركات البحث اسمه سيرش انجن ماركتنج. والسيرش انجن ماركتنج ده هو نوعين: نوع مدفوع ونوع مش مدفوع. نوع المدفوع بنقوله عليه سيا، سيرش انجن ادفرتايزنج، يعني اعلانات بتطلع لك فوق في جوجل. والغير مدفوع بنقوله عليه سيو، اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هي نتائج البحث اللي بتيجي بعد الاعلانات تحت. بس مش مطلوب منك بقى تحفظ المصطلحات دي، ولا مطلوب منك ولا مطلوب منك اي حاجه. المفروض منك بس تبقى فاهم ده اسمه ايه. ده اسمه سيرش، في منه مدفوع وفي منه مش مدفوع. الفرده بقى السوشيال، الماركتنج اللي بيتم عليها على السوشيال ميديا اسمه سيرش اسمه سوشيال ميديا ماركتنج. وبرده في نوعين: نوع مدفوع ونوع مش مدفوع. النوع المدفوع اللي هو زي الاعلانات بتاعت اللي بتظهر في الفيسبوك، اللي بتظهر لك في الفيد وانت بتسكرول، دي النوع المدفوع. واللي مش مدفوع هو بقى اللي انت بتعمله عن طريق المحتوى والشغل بتاعك على السوشيال ميديا من غير ما تدفع حاجه، وبتعلن نفسك وبتبين الخدمه بتاعتك والحاجات دي. بس كده، مش محتاج تعرف كده. هم بقى خد مني الكام كلمه اللي قلتهم لك فوق دول، وتروح على الشات جي بي تي تفرمه لمده ساعتين، وتعرف انت عايز تبدا في ايه، وهل ده مناسب ليك ولا لا. يعني مثلا انت مثلا حابب السيرش المدفوع ولا السيو ولا السوشيال ولا السوشيال ادز. بس لازم تفهم حاجه: انت لازم تختار لاين واحد بس وتبدا بيه وتتعمق فيه، وتبدا بقى تاخد فيه كورس اياه. يعني تبدا تاخد فيه كورس اللي انت عايزه تتعمق فيه. ممكن تتعمق فيه في الشات جي بي تي وتخش جامد وتبني انت الهيكل اللي انت عايز تمشي عليه. وممكن لا، انا احسن لي اتعمقت بقى وانا عرفت ان انا عايز امشي في الحته دي، اروح بقى اخد لها الكورس بقى اللي هو بيقول لك خد لي كورس في الحته اللي انت عايزها. وانت بقى ماشي في سكتك في الكورس وفي التعليم، الكورس اللي هي الحته مثلا انت اخترت مثلا جوجل ادز، الاعلانات على جوجل، وانت ماشي في الكورس ده هيحصل حاجه اسمها ايه؟ كروس ليرنينج. هتقول لي يعني ايه كروس ليرنينج؟ معناه ان انت هتعرف معلومات عن التخصصات التانية هنا من هنا ومن هنا. يعني وانت ماشي في الحته اللي انت بتتعلمها دي هتلاقي حاجات بتلطش في الميتا ادز، حاجات بتلطش في السيو، حاجات بتلطش في الكونتنت. يعني هتلاقي نفسك عرفت من هنا معلومه. حد بيقول لك الفرق بين الجوجل ادس والميتا ادس كده، حد بيقول لك كذا، حد بيقول لك كذا، بيشرح لك كده في الكورس. فانت وانت ماشي في الحته اللي انت بتتعلمها هيبقى في حاجه اسمها كروس ليرنينج، هتعرف تتعلم برضو من خلالها حاجات تانية ليها علاقه بالماركتنج والفروع التانية. بس اهم حاجه ان اساسك يكون ثابت. انت بدات سيرش مدفوع، مش تايه في كل حته. يعني انت بدات جوجل ادس، مش تايه بقى في كل الاتجاهات. في الاخر في الفيديو ده انا حبيت اديك الصوره الكبيره، يعني الفهم الصح والطريق الواضح. ومن هنا انت اللي تختار انت رايح فين او انهي سكه بالظبط تناسبك. في الاخر بقى لو بعد الفيديو ده حسيت ان الصوره وضحت وان رهبه المجال خفت، يبقى انت كده بدات صح. ولو عايز تعرف معلومات كده من على الوش على المجال بشكل خفيف قبل ما تدخل وتتعمق، قبل ما تبدا اي كورس، يعني مثلا شرح مصطلحات، حاجات بسيطه عشان تبقى فاهم انت داخل على ايه ومش فاهمها قوي، مثلا زي مثلا يعني ايه كامبين، يعني ايه اد جروب، يعني ايه سيو، يعني
تفهم بقى يعني ايه اد، يعني ايه اد كوبي، عايز تفهم الحاجات دي، انت والشات جي بي تي خش اساله وجاوبك، وقول له اديني مثال بالبلدي. او عندي انا برضو بشرح في الشانل عندي في الشورتس، ممكن تلاقي ايه شرح للمصطلحات الخفيف، بيشرحها لك بمثال بلدي يفهمك الدنيا فيها ايه. حاجه اسمها مايكرو ليرنينج، يعني فور ليفل زيرو. كل فيديو بشرح فيه مصطلح بشكل خفيف وبطريقه بلدي، يعني انت بتفهم الموضوع بالبلدي في الاول، عشان تبقى فاهم لا والله لا الدنيا دي تناسبني، انا حاسس ان الدنيا شبهي واقدر اخش فيها. ادخل على بروفايل القناه وشوف، وممكن تلاقي حاجات تعجبك، حاجات متقسمه وواضحه وشرح كل حاجه لوحدها. اتمنى يعجبك، واتمنى تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي، و... وما تقطعش وقت كبير في كورسات، في كورس جنرال في الوقت اللي انت ممكن توفر الوقت ده وتحطه في حاجه مهمه. في الاخر لو الفيديو ده فادك تابعني، عشان اللي جاي هيكمل لك الصوره وهيسهل لك الدنيا ومش هيعقدها. سلام.